السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت مخصص عشان حاجة واحدة، الكلام لاخواتي ذو الهمم. تمام. النهارده اخواتي بيشتكوا ان في نصب وفي وجع قلب وفي مش عارف ايه، وهم اصلا اللي بيروحوا لوجع القلب بنفسهم. النهارده بيجي الشخص عند المجالس عنده لجنة او عايز يحجز او ايا كان ما هو عايز، السماسرة بيقفوا بره على الشارع. السماسرة دول بتوع ميكروباص سايس في الشارع. عيب قوي لما واحد زي دوت كده يربطك برقبتك كده ويشدك تتعامل في الشارع. ما انت قدامك طريقتين، يا اما خش جوه المكتب بنفس اي مكتب يعجبك انت حر، تمام، او خش جوه المجالس اسال. لكن يجوا ناس جهله ما لهمش ثلاثه لازمه يشدك كده زي الخروف ويقول لك تعالى اعمل لك الملف، تعالى اجيب لك فيزا. هو انت ايه يعني؟ وانت راجل جاهل؟ عيب، ده احنا متعلمين. والله العظيم المنظر بيكسف، اقسم بالله المنظر بيكسف، والله حاجه تكسف. لما الاقي واحد لا مؤاخذه شكله حشاش وشادد الزبائن وراه والزبائن ماشيه وعادي، في ايه؟ ويجي الواحد يقول لك ده احنا الجواب اتضحك علينا وخدوه مننا بسعر قليل. طب ما انت السبب، ما انت اللي ماشي ورا ناس مالهاش لازمه. في ايه يا عم؟ واحد تاني يقول لك ده رحت اجيب الجواب، رحت اشتري جواب يعني بقول لك جواب بسعر عالي. طب ما برضه انت السبب، ما خش المكتب بنفسك. لازم يعني، هو انت ايه مش شايف؟ والله العظيم بجد عيب، اقسم بالله العظيم عيب. والله العظيم ببقى قاعد اقسم بالله فعلا حزين. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي احنا نسيب لا مؤاخذه الناس اللي هي فاهمه في المجال جوه مكاتبها ونمشي على ناس في الشارع ملهاش لازمه؟ انا عايز اقول لك حاجه، اولا السمسار او اللي ملوش لازمه اللي بياخدك يوديك مكتب دوت، حتى لو هتعمل ملف برضه بينصب عليك. ليه؟ لو انت الفيزا المفروض هتأجرها ب50، لا هتأجرها ب100، والملف كمان ب50. دفعت 150 عشان انت مش عارف راسك من رجليك. لكن لما اخش مكتب له مباشرة كده واعمل لي ملف، هأجر لك الفيزا والملف كبيره 20 جنيه. ايه يا جماعة؟ عيب عليكم. الحاجة التانية، انت راجل فرضا عايز تبيع جوابك، لما اخش المكتب بنفسي انا ليا سعر، لكن لما اخش مع واحد من الشارع هتسك على قفايا واخد الجواب. لو انا ببيع هاخده بسعر قليل، لو انا بشتري هلبس خابور فيه واشتري بسعر عالي. ليه؟ ليه؟ والله بجد حرام عليكم انتوا بتعملوا في نفسكم، وتيجي في الاخر تقول لك ايه ده المعوق غلبان. غلبان ايه؟ عامل زي بالظبط اللي عايز يحجز. اللي عايز يحجز ده بيدور على اقل قيمه حجز. لا، انا احجز مع واحد فاهم، حتى ممكن يقول لي نصيحه تفيدني. الكلام اللي بقوله دوت على فكره العملاء بتوعي بس هم اللي فاهمينه، هم اللي جربوه معايا، عارفين انا ممكن اقول له معلومه تطلعه من وجع قلب. زي عميل قبل كده مثلا، الراجل ده ابنه عنده اعاقه حركيه وعنده اعاقه ذهنيه لا تذكر، لا تذكر. حلو. جالي يا ابني هتقدم ورق الحركيه بس، لان الذهنيه عنده مش يعني التعب مش كتير مش باين عليه. حلو. دخل جوه، واحد اهبل زيه قام قال له لا خليها كمان ذهنيه عشان تضمن. حلو. الجواب طلع الحالتين، والمعاق كان معدي 21 سنه. دلوقتي هو طالع عين اهله عشان يعرف يعمل قرار القوامه، ولما يجي يبيع هيلبس مع المجلس الحزبي. ليه؟ عشان الناس ما بتسمعش الكلام. في مثل للناس النزيهه بيقول لك ادي العيش لخبازه لو كان نصه. بجد والله بامانه انا بستغرب لكم قوي. يعني انا واحد من الناس، على فكره انا عندي اعاقه انا كمان، لما باجي بنزل اشتري عربيه انا بتصل باصحاب العربيات قبل ما انزل. انا في المجال اهو برضه بتصل باصحاب العربيات قبل ما انزل. ولو رحت بعربيتي وانا عند المخازن ما بنزلش غير لما ارن على صاحب العربيه يطلع لي لحد بره، عشان ممكن يبقى سمسار ماشي ورايا لو دخل اتحسب سمسار. وانتوا بسم الله ما شاء الله بتدوروا على الارخص. الارخص دوت بيحجز لك وبس. اضرب دماغك في الحيط.
هو رايح دماغه. مش عارف اقول لك ايه بجد والله يعني. ربنا بصراحه يوفقكم بقى ويعينكم، انتوا حرين. كل واحد بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. زي واحد مثلا مكلمني يقول لي اصل انا كنت شاكك انك هتقدر تساعدني. خلاص خليك في شكك. اقسم بالله العظيم سقط وثلاث مرات. قالوا بقى انتظر السنه الجديده بقى لما نشوف يعملوا ايه في العلاقات البسيطه. طبعا انا بشكر العملاء بتوعي. اقول لكم حاجه صغيره، انا اقسم بالله مجالي عميل وحش فعلا، اقسم بالله والله العظيم مجالي عميل وحش. الناس كلها قمه الاحترام وفاهمه الدنيا فيها ايه. تمام. الناس اللي بتدور انها توفر قرش لا هتخسر قدامه كتير. يعني معلش انت بتدور على واحد يحجز لك ب 100 جنيه. لا معلش انا واحد من الناس اقسم بالله يعني اقول لك انا بحجز ب 300. تمام. ببقيه الخدمات انا لو انا مش فاهم في المجال ده وهروح لواحد هياخد مني 500 بس يقف في ظهري يرتب لي ورقي ويعرف الدنيا فيها 1 2 3 4، لا انا هشتري راحتي بفلوسي. ربنا معاكم ويقويكم. وزي ما قلت قبل كده اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. وربنا يوفق الجميع. السلام عليكم.